الحلقة بتاعت البودكاست دي لو يا كوتش حولناها لكتاب، الكتاب هيكون اسمه ايه؟ يعني أنا نيتي إن شاء الله حمل رسالة أو توعية. انا بيعجبني جدا ان انت دايما بتقول لي ربنا يستخدمك ولا يستبدلك. هي الحتة دي نفسها هي المكافأة بتاعتنا، لأن الحتة دي معناها إن ربنا أذن بالاستخدام ده. بما انك بتتفرج على باش كوتش فانت دلوقتي بقيت باش متابع، وخلينا نتفق على معادلة احنا الاتنين نستفيد منها: ورقة وقلم زائد اشتراك في القناة زائد تفعيل الجرس. كده هيوصل لك كل اسبوع معلومة تغير حياتك او تغير طريقة تفكيرك، يبقى انت استفدت. اما باش كوتش هيستفيد ان هو يكمل ويستمر في تقديم المحتوى اللي انت بتحبه. اسيبكم تستفيدوا بالحلقة. كيف الأحوال والأهوال؟ الحلقة النهاردة موضوع موجود في كل بيت، موجود في كل نفس، دايما بيشغل بال ناس كتير جدا، بس للأسف قليل قوي يتكلموا فيه. الموضوع بتاع الحلقة مرينا بيه في مرحلة عمرية معينة، في اللي طلع منه بسلام وفي اللي لسه مستمر بيعاني في نفس المشكلة. الاعتمادية، فكرة إن أنا أعتمد على حاجة واحدة بس في حياتي، الاعتماد الكامل اللي باخد منه كل حاجة وفي الآخر تضرب في وشي أو أقع أو معرفش أكمل عشان اختفى اللي أنا كنت معتمد عليه. الاعتمادية ليها ناس متخصصة فيها، من أشهر الأسماء الموجودة في مجال الكوتشنج اللي بتتكلم على الاعتمادية وعلاقتها كمان بالإدمانات، وإدمانات الخفية مش الإدمانات بس المشهورة. كوتش هيثم أنديل. ازيك يا كوتش هيثم؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ أنا متشوق جدا للحلقة دي، ربنا يخليك. وإن شاء الله نعمل حلقة كويسة نتكلم على موضوع الاعتمادية عشان الناس تفهم أكتر وإيه الفرق بين الاعتمادية والمسؤولية. وهو ده فعلا يعني بداية القصة. أنا دايما أقول لابني أنت مسؤول قدامي عشان كذا كذا. ممكن واحد تاني يقول مثلا الولد ده عمره ما شاف مسؤولية. الكلمات دي بنسمعها كتير في المجتمع بتاعنا، لكن فكرة علاقة المسؤولية والاعتمادية واللي هم عكس بعض، الكلمة الاعتمادية كانت غريبة شوية على وداني، وده اللي خلاني عايز أتكلم فيها. هو إيه الفرق بين المسؤولية والاعتمادية؟ مش مسألة عكس بعض بمعنى كلمة ضد بعض أو عكس بعض بالظبط، بس مسألة كل فعل احنا بنعمله في الاتنين، لأن الطبيعة بتاعت أي بني آدم إن احنا كلنا أشخاص اعتماديين، يعني جوانا أحاسيس ومشاعر، واحتياجاتنا مش مليانة 100%. يعني الاحتياجات اللي فاضي في التنكات بتاعتي أنا بيديني معنى إن أنا أحاول أملاه وأحاول أعمل الكلام ده. أنا بملاه إزاي؟ يا بملاه عن طريق المسؤولية، يا إما بملاه بس مجرد بإن أنا أحس إنه اتملى بالأمان المشوه، بس هو متملاش إحساس بس مفيش فعل على الأرض، مفيش مسؤولية، مفيش استمرارية، مفيش. يعني المسؤولية هي اللي بتملى أو بتشبعنا، عكسها الاعتمادية إن أنا ما بقتش مسؤول عن حاجة فبخلي مسؤولية على طرف آخر. أنا آه، مش مسؤول. مجرد ان الطرف الاخر ده من البيئه اللي برايا يحسسني انها اتمليت، او ان الحاجه اللي انا محتاجها حصلت لي، انا برمي عليه المسؤوليه بتاعت ده. حلو. انا برمي عليه هو، فهو يعمل الدور بتاع ان هو يملاني، ابقى انا كده اعتمادي، لان انا بنفي المسؤوليه عني. اول ما انفي المسؤوليه عني يبقى انا خلقت حاجه او حد من برايا يشيلها بدل ما انا اللي شايلها. ده ممكن من زمان واحنا في فترة الطفولة، يعني ده ممكن يحصل من أيام التربية. يعني مثلا في ناس، يعني في مشهد بشوفه كتير جدا. لو الولد كبر وبيخرج من المدرسة بعد يوم طويل، ألاقي مامته مثلا بتاخده بالعربية لحد البيت، مع إنه يقدر يركب مثلا مواصلات أو يعتمد على نفسه. هل ده ممكن يبقى بدايات الاعتمادية إن في حاجة، ولا ده عادي؟ الأهل بيتعرضوا لاختيار من الاتنين: يا إما أنا بشيل المسؤولية عن ولادي، يا إما أنا بفتكر إن أنا بربي صح لما شايلهم مسؤولية بزيادة. كل حاجة تزيد عن حدها تتقلب ضدها.
أيوه. المسؤولية بزيادة اعتمادية، نوع من أنواع الاعتمادية. والله! طبعًا المسؤولية بزيادة، يعني أنا ما عنديش ثقة في الناس اللي حواليّا إنهم يشاركوني في تحقيق حاجة. بقيت أنا بس، هاطلع أنا بني آدم خايف جدًا، كنترول جدًا على كل حاجة، باحب أعمل الحاجة لحد آخرها، ما عنديش الحتّة بتاعة تفويض السُلطة اللي معايا. لو أنا مدير يبقى أنا لازم أعمل كل حاجة بإيدي، لو أنا أب يبقى أنا لازم أتدخّل في حياة ولادي عشان يوصلوا للنتيجة الفلانية. بتيجي الحتّة دي منين؟ بتيجي من شيل المسؤولية بزيادة. فالتوازن ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لنا الحتّة بتاعة التوازن. الأهل عشان يضبطوا الحتّة بتاعة التوازن، هو في أهل ضابطين الحتّة دي 100%. سبحان الله، معنى الحياة كُلّه إن الحتّة دي ما تتضبطش 100%، فيبقى يا المسؤولية بقِلّة أو المسؤولية بزيادة شوية. أوكي. بس فكرة الوعي هو اللي هيعمل ده آه. بقى، إحنا دايمًا كل واحد يفتكر لأ أنا كده ضغطت على الولد شوية أو ضغطت على زميلي في الشغل أو على مديري أو اللي تحت منّي في الشغل، والعكس لأ أنا تمام أنا مدّي له مساحة معيّنة في وقت معيّن، لكن باقي المسؤولية متجزأة، مش بياخدها كلّها. بالضبط. ده جميل جدًا، وواضح إن الاعتمادية والمسؤولية طبعًا هي هتبقى متشعبة، يعني موجودة في حياتنا المهنية وحياتنا الشخصية. في كل حاجة، في كل حاجة، يعني سبحان الله الكمال لله وحده. فما فيش علاقة، حتى الحب المتوازن، حتى علاقة حب أو علاقة أهل بولادهم، حتى كل العلاقات دي، هتلاقي المكون بتاع العلاقة جزء منه مسؤولية وجزء منه اعتمادية. بدليل إيه؟ إن مفيش حب من غير غيرة، مفيش حب من غير عدم أمان معين، مفيش حب من غير خلافات جوه الحب. الخلافات والحاجات دي جاية منين؟ جاية من الأحاسيس والمشاعر، جاية من النص بتاع الاعتمادية. ومفيش علاقة متوازنة غير وفيها توازن في الحتة بتاعة المسؤولية والشراكة بيني وبين الطرف التاني. حلو أوي. الطرف التاني ده ابني، الطرف التاني ده حبيبي، الطرف التاني ده أهلي، أمي، أبويا. لازم ربنا ارتضى لنا الحتة بتاعة الشراكة. طيب متخيل كده إن اللي هيبقى عايش على الاعتمادية فترة طويلة من حياته بدأ يتشكل بشكل معين أو ليه صفات معينة، فإيه الصفات اللي باشوفها على شخص وممكن تكون الصفات دي فيّا، يعني الواحد لا يستثني نفسه يعني، ممكن الصفات دي تبقى فيّا تقول أنا اعتمادي احذر، خُد بالك. لو بصينا على الاعتمادية هي مش 0 و100، إمم. يعني مش ده اعتمادي ده مش اعتمادي. هي scale حجم الاعتمادية قد إيه، لإن ما فيش بني آدم ما لهوش احتياجات أوكي. من أطراف خارجه وبراه. عشان التنكات بتاعته تتملي أنا محتاج مساعدة الناس اللي برّه إنها تملى الاحتياجات بتاعتي. أنا ما ينفعش أملاها لوحدي. عاملة انتماء لإيه؟ مش هانتمي للشجر، هانتمي لبني آدمين. أيوه. عاملة الحب منين؟ من بني آدمين تانيين. عاملة الأمان منين؟ من بني آدمين تانيين. فأنا محتاج شراكة بيني وبين البيئة اللي موجودة حواليّا. الشراكة دي لو موجودة تملا لي التنكات دي صح، ولو البيئة اللي حواليّا بيئة آمنة تملا لي التنكات دي صح. يعني إيه كلمة تملاها صح؟ يعني تملاها بصورة قليل دايم خير من كثير أيوه. متقطع. يعني مش تملاها إحساس بس، لأ بتملاها على أرض الواقع والكلام ده كله. أوكي. لو حجم الاحتياجات دي كبرت شوية وبقى جوع أو جوع كافر، أنا ما بافكرش كده. قرصة البطن بتاعة الجوع الكافر تخلّيني أملى احتياجاتي، عشان كده اسمه جوع كافر، عشان يخلّيني أسرق عشان أسِد جوعي. دخلنا في مرحلة كده. دخلنا في مرحلة حجم الاعتمادية كبير أوي، وأنا لازم دلوقتي أتطمن. إمم. فأتطمن إزاي؟ إن آخد احتياجاتي دي من اللي برايا. آخدها بأنهي طريقة؟ مش بطريقة الشراكة، آخدها بطريقة الأحاسيس والمشاعر بس. يعني أحس بس، مجرد الإحساس ده هو اللي يطمني. أحس بعد ما كنت خايف أحس إن أنا متطمن، بعد ما كنت عندي عدم أمان أحس بالأمان، بعد ما كنت حاسس إن أنا منبوذ أعمل أي حاجة عشان أحس إن أنا منتمي. فباضحي بحاجات في مقابل إحساس، والإحساس ده للأسف الشديد وهمي، عشان ما لهوش أفعال على الأرض، ما لهوش مسؤولية اللي كنا لسه أيوه، بنتكلم أيوه، عليها. أيوه، أيوه، أنا هو ابتدت الدنيا تتربط شوية في دماغي. طيب إحنا طبعًا كل شوية بنبُص للكاميرا زي ما أنا باعمل دلوقتي وأقول لكم الموضوع علشان نحوّله لشكل سهل برضه، فبنسيب مراجع، بنسيب أدوات coaching عشان تساعدنا على إن إحنا نتحوّل من الاعتمادية للمسؤولية. و محضّر لك box صغير كده، الbox ده فيه شوية مشاعر
لان انا طبعا ذاكرت الحلقه كويس، فاكتشفت ان لا، احنا الموضوع مرتبط بالمشاعر. فقلت لا بقى نمسك المشاعر، وقلت 4 مشاعر رئيسيه، وانا واخدهم منك، انت اتكلمت عنهم قبل كده يا كوتش. فهعرض عليك كل شعور، تفتح البوكس هتلاقي الشعور اللي هيطلع. لو ضفنا على الشعور ده كلمه مشوه، مم. فامتى الشعور ده يبقى مشوه؟ مم. جاهز؟ جاهز معاك. اتفضل. نطلع شعور بقى نتكلم عنه، بس لو ضفنا كلمة مشوه، فعايز افهم ليه يبقى الشعور ده تحديدا يبقى مشوه، او ليه بنضيف كلمة مشوه؟ يعني امتى يبقى مشوه؟ الأمان الحقيقي والأمان المشوه. ده اول شعور. أول شعور الأمان، وده من أغلى المشاعر اللي موجودة. هل دي التانك؟ حضرتك تقصد بيه التانك؟ وأقصد بيه الاحتياج أساسي ليا صح. كبني آدم، عشان أعرف أعيش لازم أحس بالأمان، لأن عكس الأمان هو الخوف. اوكي. لو التانك بتاع الأمان ده مش مليان وحجم الأمان فيه قليل، الباقي بتاعه بعوضه بخوف من جواه، خوف وعدم أمان. طيب ممكن نربطه بقى بالاعتمادية، او بمثال مثلا. لو الأمان عندي في التانك بتاعي 30%، فأنا عندي 70% مخاوف. حلو. حجم الخوف كبير. الخوف مش حاجة وحشة، الخوف ربنا خلقه جواه عشان يحميني. صح. بس لما حجمه يكبر ويزيد عن حده ويتقلب مش ليا، عليا. عليا ازاي؟ انه بيبقى دافع، هو ده الجوع الكافر. انا محتاج اطمن دلوقتي، حالا حالا حالا. فبعمل ايه عشان اطمن حالا؟ بعمل حاجة تحسسني بقلة الخوف ده شوية. اوكي. تمام. اي تصرف في الدنيا، حتى لو التصرف ده هيخسرني قدام، بس هيكسبني احساس دلوقتي. زي البنت اللي ممكن تتصل بخطيبها وهو في الشغل، عماله تقول له انت فين دلوقتي، انت فين دلوقتي، انت فين، او هي بدات تحس ان هو هيهرب منها، او بيبص على واحده تانية، فبدات تخاف ان هو هيسيبها، او واحده تانية يعني هتخطفه منها، فعماله تساله كتير وتزن عليه. فده ممكن ياثر عليه طبعا بالسلب، ان هو مش عارف يركز في شغله، وبالتالي ردة فعله هتبقى عنيفه، فيتخانق معاها وصوته يبقى يعلى عليها في التليفون. بالظبط. بس مجرد ان هو اتخانق معاها وصوته عالي عليها في التليفون، ده معناه ايه؟ هديت. امان بالنسبه لي. ليه؟ لان معنى الخناقه ده اهتمام، حتى لو كان سلبي. بالعكس، الشخصيات الاعتماديه بتعمل كده، انا موجوده بالخناقه. استلفت منه ارحم بكتير قوي من انها مش موجوده، حتى لو بكلام حلو او مش بخناقه. اوكي. فالخوف هنا 70% بيحرك البني ادم كدافع ان هو يتصرف تصرف معين عشان يحس. تمام. وهو عارف وهو بيتصرف التصرف ده هيخسر بيه قدام حاجة، بس مش مهم اللي هيخسره. مقابل ايه؟ انا مهدد، محتاج اطمن. لان الامان ده احساس تقيل قوي واحتياج اساسي، ما ينفعش اعيش من غيره. عكسه ايه؟ عكسه كل الحاجات. يعني من كتر ما الامان، انا عايز اقول لك غالي يا كوتش محمد، لما جم يكتشفوا عكسه، في ناس بتتكلم على عكسه الخوف اللي فاضي في التانك، وفي ناس بتتكلم على عكسه حاجات كتير. تمام. القلق اللي هو الوري مش الانكزايتي. اوكي. تمام. واحلى عكس للامان، عشان المعنى بتاع الامان مختلف بيننا وبين بعض كبني ادمين، هو عدم الامان. بس يعني كأن وصل الغي بس كده. كأن الصدق عكسه الكذب، مش عارف ايه عكسه ايه. انما لما جم يلاقوا عكس الامان من كتر ما معنيه هو احتياج اساسي لينا كبني ادمين، فكل حد مكون المعنى اللي عارف يعيش بيه. امتى ابقى مطمن، امتى ابقى حاسس بالامان، ومعنى الامان ده ايه بالنسبه لي. يعني لو احنا في جلسه كوتشنج مع حضرتك، فانت هتساله ايه عكس الامان من ناحيتك او بالنسبه لك؟ ممكن واحد يقول لك قلق، ممكن واحد يقول لك خوف، صح؟ امتى بتحس بيه، معناه بالنسبه بس لك كده هيختلف من شخص للتاني، لكن مش مسطره كده. لا خالص خالص خالص. ما هي مشكله الاحتياجات كده. ليه؟ لان المعاني اللي بنكونها للحاجات بتاعتنا دي معاني انا واخدها منين؟ من معتقدات ومن تجارب. من فين بقى؟ من الماضي بتاعي ماضي. كله. الماضي ده ممكن يوصل لحد ايه؟ جذور الاسره نفسها. يعني ايه حب؟ يعني ايه امان؟ يعني ايه انتماء؟ يعني ايه جزء من كل المعاني دي اتكونت جواه ليه؟ تقريبا من الاسره طبعا. بالظبط. لان من بليفز معينه انا اتبنيتها، هي النضاره اللي بشوف بيها الحاجه دي.
جوايا. فمفيش مسطرة واحدة ولا تعريف لا 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 ثابت في الاحتياجات. في الاحتياجات وفي عكسها، اه يعني في الأمان وبالتالي في عدم الأمان، في الانتماء وفي الرفض، في كل حاجة ليها ده تعريف. حلاوة الكوتشنج، ده حلاوة الكوتشنج، التوضيح ده، الحاجات اللي هي دايما كلاشيه وبتتاخد كده على السوشيال ميديا ونكمل وريفيوز ومتابعة رهيبة جدا في كلمات لا محدش بيفكر فيها شوية. فالحلو التفكير ده، يعني انا بسميه مايند سيت شيفت. الحتة كوتش اللي بتتكلم فيها دي هي دي الحتة اللي زقتني إن لازم الكوتشنج يتدخل في حتة الاعتمادية، اه لأن مساحة الحرية اللي بيوفرها مساحة كبيرة جدا جدا، مساحة فيها شراكة. ايوه فأنا هديك الحرية إنك أنت تختار المعاني اللي أنت عايزها، أنا هديك الحرية إنك أنت تختار الاتجاه اللي أنت عايزه، أنا هديك الحرية، أنا قابلك باختياراتك حتى لو اختياراتك إيه غلط بالنسبة لي بس هي صح بالنسبة لك. قمة الرحمة في التعامل كبني آدمين مع بعض. ايوه صح، وصف جميل، انا هعتمد الوصف ده، ده كأن ده تعريف الكوتشنج. الحمد لله الحمد لله. طيب ايه الشعور التاني؟ أنا بدور على واحد لقيته. لقيته. أنا بدور على واحد، عارف يا كوتش محمد لما تبقى مروح بعد يوم شغل تقيل، ايوه ده بتاع باب العمارة. أول ما توصل تفتح باب العمارة بإيديك وتخش، تمام، وهنعتبر الأمان باب الشقة. تمام ماشي. ايه باب ماشي؟ العمارة؟ باب العمارة التقبل أو القبول، ده المشكلة، ده الأساس. ناس كتير قوي من زمان بتتكلم في الحتة دي بتاعت القبول. احنا للأسف الشديد للأسف الشديد في مجتمعاتنا وكبني آدمين وبنتعامل مع بعض احنا ما بنديش لبعض القبول. ده احتياج أساسي أساسي يتبني عليه بقية الاحتياجات. عشان اوكي. كده لما جيت أوصفه وصفته لك كأنه باب العمارة. انت ما ينفعش تطلع الشقة غير لما تفتح باب العمارة. صح ما ينفعش تطلع للأمان والحب والانتماء والحاجات اللي احنا محتاجينها غير لما تفتح القبول وتتفرج على القبول بتاعك شكله عامل ازاي في الماضي بتاعك. يعني انا اتقبل نسختي القديمة مش انت، البيئة اللي حواليك قبلك قد ايه في الماضي بتاعي. في الماضي بتاعك. من امتى الماضي بتاعك؟ من وانت طفل. انا هقول شوية جمل، معلش انا اسف ان لا انا هقولها انا كوتش قول محمد. قول يا كوتش هيثم. حد بيحب ماما يعمل كده؟ في مين في الشعب المصري ما اسمحاش؟ اه صح. ايوه وبالعكس او كمان. العكس، او في ولد مؤدب يكلم عمه بالشكل ده، دي كده مثلا، صح انا فاهم صح؟ بالظبط كده. الله. فالجمل دي كلها شكلها عاملة ازاي؟ احنا واحنا صغيرين احنا بنفتكر ان العيب فينا مش العيب في الفعل اللي بنعمله، لان لسه عقلنا ما اتكونش عشان يعرف يحلل كل يفصل. ده، يفصل بين الاتنين بالظبط. فانا بسمع ايه؟ بسمع ان عشان ماما تحبني انا لازم اقبل شروط ماما. اه عشان ماما تقبلني زي ما انا لازم اقبل الشروط اللي هي حطاها عليا. تمام. لما بقبل الشروط اللي المجتمع او البيئه اللي حواليا حطاها عليا انا برفض الحقيقي بتاعي. وقيس على كده كل حاجه بقى، يعني انا مثلا عشان مديري يقبلني، وعشان الاتش ار يقبلني، وعشان شريكي في الشركه، وعلشان شركتي اللي انا اخترتها، كده بقى ده بقى ايه؟ لايف ستايل، عشان اعرف احب شريكتي اللي انا اخترتها اه لازم يبقى اعدي القبول. الشريكه دي ليها شروط معينه بتفرضها عليا. امشي عليها بقى، افضل ايه تشيك. لو انا العضله بتاعت قبول الشروط عندي قويه من وانا صغير، انا خلاص هي دي الطريقه اللي بعمل بيها كونكشن مع الناس اللي انا بشوفها في حياتي. بخش كل مجتمع بساله ايه شروطكم، يقول لي شرطي 1 2 3 4، اقول له ماشي انا هنفذ الشرط ده. الشروط دي ساعات بتتعارض مع الحقيقي بتاعي، فبضطر اعمل ايه في الحقيقي بتاعي؟ بكبته. عشان كده الحته بتاعت الاعتماديه والاحاسيس والمشاعر بكبتها. الاحاسيس والمشاعر ما بتموتش، بدفنها، فبتفضل جوايا الكوبايه بتاعتي مليانه. ده لحد المفروض تتكسر الكوبايه كده كده، انا الوصف ده انا متخيل ان هي مليانه كتير يعني، ولا صح مليانه بزياده؟ مليانه بزياده مفيش ومشاعر تفريغ. ومشاعر تقيله، عشان انا مش عارف اطلعها. ما انا لو غضبت هيتقال عليا قليل ادب، لو عبرت هيتقال عليا مش حقك، لو بلاقي رفض من البيئه اللي حواليا لكل حاجه حقيقيه موجوده جوايا، فبيضطروني اعمل ايه؟ اقبل الشروط بتاعتهم. قبلت الشروط بتاعتهم، انا قلت لنفسي باي باي مع السلامه. الكوبايه تفضل تتملي تتملي تتملي. ده اسمه الم. الالم خاص بالمشاعر. ده الوجع اللي احنا لما نروح لدكتور يقول لك يا ابني ما فيكش حاجه، انا حاسس بالم او حاسس بتقل،
حتى ممكن يكون واحد مثلا وزنه تقيل، بس هو مش حاسس بالوزن التقيل ده دهون، هو حاسس انا تقيل، حركتي تقيله، هم في تقيل. هم. ايوه، الهم على كتافي، الجمله الشهيره. بالظبط. طب وربطها بالاعتماديه، ان كده برضه حضرتك صحح لي لو انا غلطان، ان انا بدات اعتمد على النسخه اللي اتكونت اللي هم بيقبلوها، مش بعتمد على نسختي القديمه. هنا بقى نقف يا كوتش محمد قدام حاجتين. اه اولا هم بيتغيروا، اه طبعا. بس انا بخش على كل هم اسالهم ايه شروطكم عشان اعرف اعمل كونكشن بيهم. ما انا ما اعرفش، ما هو انا ما ينفعش اعيش من غير التنكات دي فاضيه. فبقبل الشروط بتاعت انهم يقبلوني. عشان ايه؟ عشان احس بالامان. بس مين اللي بيحس بالامان؟ انا، بس مش الحقيقي بتاعي. كمان مشوه. برافو عليك. مين اللي بيحس بالحب؟ انا، بس مش الحقيقي اللي جوايا، حب مشوه. انا بحس بالانتماء، بس مين الانتماء؟ انتماء مشوه. ليه؟ عشان باب العمارة مش بتاع عمارتي، بتاع عمارة تانية. عمري ما هلاقي باب الشقة بعد ما اطلع في باب عمارة تانية. انا فتحت باب عمارة خاصة ببني ادم تاني. تمام، دي حاجة. تاني حاجة، ان مقابل تقبلي لشروطهم انا بدفع التمن في حقيقتي. التمن في حقيقتي ده بيوجع قوي جوه. هفضل موجوع قد ايه؟ مثل بسيط جدا، اللي عنده صداع بياخد بنادول مسكن من بره. المسكن ده هو اي حاجة من البيئة اللي بره تحسسني بالتوازن الداخلي. واحد من تعريفات الاعتمادية الجميلة هو الاعتماد على البيئة الخارجية لتحقيق توازن داخلي. انا بيه كل حاجة، انا من غيره ولا حاجة. ده في اغاني كتيره بتتكلم على الاعتماديه واحنا مش واخدين بالنا. انا من غيرك اموت، انا من... انا بيه كل حاجة، انا من غيره ايوه. ولا حاجة. طيب الشعور التالت ايه؟ هو انا واضح ان انت حضرتك بتختار ترتيب معين، صح؟ انا الحمد لله ده رزق ربنا. يعني لو بترتيب معين كنت اخترت القبول الاول وبعد كده الامان، بس هو رزق ربنا. ماشي. الشعور اللي بعده الرضا. حلو. الرضا شعور فيه رضا عن نفسي ورضا عن البيئة اللي حواليا. عشان يحصل الشعور بتاع الرضا ده لازم أكون موجود في وسط بيئة محققالي التنكات، لأن كل تنك من دول بيسمع في التاني، وفضيان تانك من دول بيضرب الباقي. بيضرب الباقي. يعني ما ينفعش بني آدم يبقى تانك القبول عنده مليان وتانك الأمان عنده قليل. لكن ايه، كله بيسمع في كله. فعشان اوصل لتانك الرضا عن نفسي وعن البيئة اللي موجودة حواليا وعن علاقتي بربنا، التانك ده مليان لحد الاخر. ما ينفع او مليان يعني بحجم يساعدني ان اعرف اعيش او يديني الموتيف ان اعرف اعيش بيه. لازم يبقى في شغل حصل في التانك بتاع القبول على نفسي قوي 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 قوي. حطيت نفسي في وسط ناس تقبلني زي ما انا. اوكي. فهمت ان انا مش لازم ابقى ناجح عشان اتقبل. مش لازم ابقى بني ادم عامل كحاجة عشان انتوا تقبل. لا، ده انا مجرد ان ربنا كرمني بنفخة من ربنا في روحي، انا مكرم كبني ادم. فانا من حق عليكم انكم تقبلوني زي ما انا، باحاسيسي، بعيوبي، بقوتي، بكل حاجة موجودة جوه. لما بيحصل المعادلة دي تتظبط ويبتدي البني آدم يروح لها حتة حتة، بنوصل للرضا. بنوصل لحتة أنا راضي عن نفسي. دي كلمة تقيلة، مش قوي. دي كلمة مش satisfaction rate. الجملة دي شفتها قبل كده في تمرين كبير. انت راضي عن نفسك في الجوانب بتاعت حياتك، وتقعد تقيم كل يوم بالليل قبل ما تنام انت راضي عن نفسك ازاي. بس الرضا هنا مختلف، يعني هنا الرضا داخلي. ده أصعب بشوية من راضي عن أفعالك في الجوانب الحياة. ده كده من على الوش، يعني أنجزت إيه النهاردة، ما أنجزتش إيه، الحاجات دي. لكن الرضا الداخلي، المشاعر دي، اللي هو مثلا راضي إن أنت فخور بنفسك النهاردة، راضي إن أنت عملت اللي عليك النهاردة، راضي إن أنت كنت بتفكر بما يرضي الله، يعني حاجات اللي هي العميقة. ارجع كمان خطوة لورا. انت راضي عن ايه؟ راضي عن خلقة ربنا ليا كبني آدم. اه انا ولا ملاك ولا شيطان. فانا جوايا حلو وجوايا ايه؟
شاب عادي في منه كتير. بالظبط كده. انا مميز بفضل من ربنا، من هبات ربنا لينا ان احنا ميزنا في شوية حاجات. انا عندي فرصة ان انا اطور من نفسي واكتسب شوية مهارات عشان اوصل ان انا ابقى راضي عن مجهودي وراضي عن نفسي. فكأنك انت عملت ايه يا كوتش محمد؟ كأنك انت عرفت نفسك وقبلت نفسك، قبلت نفسك يعني شفت الحلو والوحش اللي جواها، وواصل انك انت تعمل علاقة حب بينك وبينك حلو. قبل ما تخلق بيها للناس. طب الحته بمناسبه التقبل، تقبل الناس، اقعد في بيئه متقبلاني دي، جت في دماغي فكره كده ان احنا لو سافرنا مع بعض، طلعنا مثلا الجونه او طلعنا دهب مثلا، في ناس يقول لك انا رحت هناك انا مش هرجع تاني خلاص. آه ده كده اختار مجموعه امنه، متقبلين بعض، فده ساعده ان هو حط لنفسه ايه مقارنه بينه وبين المجتمع القديم اللي هو كان عايش فيه، فقال لك لا انا هختار اكمل في الحته دي عشان حس بالتقبل وحس بقى بالامان، فبالتالي انعكس على الرضا. مم. صح كده؟ ممكن جدا 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 جدا. وبرضو ممكن. لما نيجي نفسر البني ادم ده، احنا مش مكانه لان انا ما عشتش الماضي بتاعه، فانا ما اعرفش هو محتاج كده قد ايه. اوكي. فممكن يبقى وارد السلوك. كده، ممكن يكون وارد لا طبعا سبب تاني طبعا طبعا. طبعا طبعا طبعا. امم صح برضه، ما ينفعش نعمم برضه علشان لا دي غلطة ما ينفعش يعني واحد يقع فيها، فصح تعميم طبعا. لان لو بني ادم مش مسؤول وبني ادم اختياراته عن طريق الاعتماديه، امم تمام، فبيدور على اي حاجه ينتمي لها ويحس ان هو جوه في بيئه امنه والحركات دي كلها. اه احنا في الواقع بتاعنا او في الحياه بشروطها شكلها عامله ازاي؟ هنلاقي في مناطق في حياتنا غصب عننا مش بيئه امنه، اوكي. زي الشغل، زي مش عارف ايه، زي ايه، كل واحد مختلف في الحته ايوه اللي ايوه عنده في حته بيئه مش امنه. صح. شركاتي في امم اختلافات بيننا وبين بعض، تمام، بس مهما وجود الاختلافات دي ده ما يمنعش ان انا قادر اوازن ببيئة تانية امنة، ان انا اطور من نفسي، ان انا اوعى بنفسي، ان انا اشوف ادور اخبط ابواب لحد ما الاقي البيئة المناسبة ليا، ان انا ايه، ابقى قاعد في وسطيها منكشف اه باللي جوايا زي ما هو، جميل قوي الكلمة دي. وعارف ان هم مش هيرفضوني. ايوه. طيب واخر شعور؟ آخر شعور ومن الحاجات اللي ربنا كرمنا بيها الانتماء. الانتماء. اه الانتماء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بمنهج معين، احنا شعوب وقبائل. ما ينفعش ان انا ابقى فرداني، ما ينفعش ان انا ابقى لوحدي، لان التنكات بتاعت الاحتياج الاساسيه محدش هيملى تانكه لوحده. امم هتقبل مين؟ هحب مين؟ فلازم ابقى في حواليا حد انا حاسس انها جزء من كل فيه. الله. حتة بقى جزء من كل دي حتة مهمة جدا. لو اختفيت كجزء تفرق مع الكل. ما هو الانتماء مش كلمة انها موجود في وسط فرقة وبس او في لا وسط لا مجموعة حلو وبس. المعنى ده. اه. اه لو اختفيت هفرق معاهم، الله. ولو تواجدت هفرق معاهم، ومعاهم على نفس المعنى اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا. اصلا امم الانتماء قصة كبيرة جدا جدا جدا. والانتماء كأنه هو البرميشن بتاع الترقي بتاع العلاقات. طيب حلو قوي. ده كده احنا بنتكلم على البني آدم، اتكلمنا عنه والاعتمادية وعلاقته وتأثيرها على البني آدم. آه هو أنا بحضر للحلقة لقيت إن في حاجة اسمها دراما تريانجل، مم. مثلث الدراما يعني. وده معناه احنا عاملين كل الكلام بتاعنا اهو من الأول الحلقة علاقات، يعني موضوع مرتبط جدا بالبني آدمين يعني بشكل قوي جدا. فإيه هو مثلث الدراما وتأثيره أو ربطه بالاعتمادية؟ بما إنك وصلت لحد هنا، فده معناه إن أنت مش متابع عادي، أنت باش متابع. والباش كوتش بيأكد عليك إن أنت تشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان المرة دي بيطلب منك تشير الحلقة لأي حد شايف إن هو هيستفيد منها. أسيبك مع باقي الحلقة. البني آدم الاعتمادي هو البني آدم الحساس بزيادة، اللي فاضي في التنكات ده بيبقى أحاسيس ومشاعر تقيلة، خوف، عدم أمان، عدم ثقة، دونية، إيجو مخبيها بإيجو، يعني مم. مختلف في الأحاسيس والمشاعر. بس الأحاسيس والمشاعر عاملة إيه؟ مرهفة جدا 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 جدا. حساس بزيادة ومحتاج
الأحاسيس من كتر ما هو مرهف ومن كتر حجمها أنا محتاج لها مسكن من بره لجوايا. تمام. من كتر الأحاسيس دي ومن كتر ما التنكات بتاعت الاحتياجات النفسية الأساسية فاضية عند البني آدم ده، ومن كتر ما قبل شروط البيئات اللي تعرض لها كتير قوي، تاه عن نفسه، مبقاش يعرف هو مين. تمام. فجواه دايما إحساس أنا ما ينفعش أتحب. اوكي. فلما أخش في أي علاقة لازم يحتاجولي. نقف قدام الجملة دي شوية. لو أنا اتحبيت، لو أنا جوايا البليف بتاع إن أنا أستاهل أتحب، أنا هخش أي علاقة بصورة من صور الشراكة. 50% أنا، 50% الطرف التاني. أنا مش بتكلم على حب وبس، أيوة. بتكلم حتى على صداقة، أي علاقة. بالظبط. 50% أنا، 50% الطرف التاني. إحنا الاتنين كتفنا جنب كتف بعض، فإحنا شركاء. وأنا أقف عند 50% بتاعتي وأسيب للطرف التاني حقه في الحرية في 50%. إيه؟ أيوة. الاعتمادي مش كده خالص. الاعتمادي لازم يضمن العلاقة. انت عايز تقول لحد خايف سيب على الطرف التاني وثق في الطرف التاني، او هجيب الثقة منين؟ انا ما عنديش ثقة في نفسي، انا ما عنديش ثقة في الاطراف اللي حواليا. اسيب له 50% هو يتصرف فيها براحته؟ ما يعرفش يعمل كده. فعشان هو ما يعرفش يعمل كده، ما يعرفش يعمل علاقات كتف في كتف. يا اما اطلع فوقيها يا اما انزل تحتيها. الدراما تريانجل بيتكلم على ايه؟ على جلاد ومنقذ. الدورين دول فوق. دول بينطحوا في بعض، يعني زي بيتخانقوا دايما على الضحية. وفوق. والضحية فين؟ تحت. الثلاث أوضاع دول ما يخلونيش أشاركك كتف في كتف. صح طبعا. لكن يخلوني يا إما أنا تحتك فأنت المنقذ بتاعي أو الجلاب بتاعي، يا إما أنا فوقيك أنت من غيري ولا حاجة وما تعرفش تعيش من غيري، أنا المنقذ بتاعك أو أنا الجلاب بتاعك. وكل ما الجلد يزيد كل ما أنت تنزل ضحية أكتر. كده دي اسمها علاقة اعتمادية متواطئة. دي كده كلمة صعبة. متواطئة لأن فيها شراكة. هي مش علاقة يعني مستمرة. هم قصدهم بكلمة تواطؤ يعني مفيش اعتمادية من طرف واحد جوه علاقة. بس ما بنقولش يعني، بس ما بنقولش. وارميها بقى عند ده. وده اللي بيحصل في حاجات كتيرة. يا بنتي هو بيضربك بس بيحبني. وشاور عليه هو أيوة. إن العيب في مين؟ بس معنى إن العلاقة مستمرة بتشبعني احتياجات مشوهة كده. أنا اتعلمت الدرس خلاص. بالظبط. طيب ده هيولد زي إيه؟ أدوار بنمارسها في الأسرة. الأدوار دي أنا اكتشفت إن هي خبيثة. أنا ما كنتش متوقع كده خالص. فأسيبها بقى حضرتك تشرحها لنا. إن أنا ممكن ألعب دور أنا فاكر إن أنا برنس وجامد وإن أنا أحسن واحد في العيلة، وأنا أصلا عندي اعتمادية. زي العلاقة ما هي أهم. يعني أنا طلعت العلاقة أنا بيها كل حاجة، أنا من غيرها ولا حاجة. أنا مرتبط بطرف تاني أنا بيه كل حاجة، أنا من غيره ولا حاجة. ليه؟ لأن بوجود الطرف التاني ده أنا التنكات بتحسسني إنها مليانة. بتحسسني هي ما بتبقاش مليانة حقيقي. تمام؟ فأنا طلعت العلاقة أولوية ونزلت البني آدمين اللي هم المكونين للعلاقة تحت العلاقة. دي اسمها علاقة اعتمادية متواطئة. نفس اللعبة دي بتتلعب فين؟ في العائلات، أو في العائلات اللي احنا بنسميها فيها نوع من أنواع الاضطراب الوظيفي. اضطراب وظيفي. وظيفته يعني وظيفة الشخص جوه وظيفة العيلة نفسها إيه؟ أو الهدف من وجود عيلة إيه؟ أو وظيفة التربية إيه؟ وظيفة التربية إن أنا أوفر بيئة آمنة من خلالها الناس اللي مكونة العيلة دي تتعلم مهارات إزاي تملى تنكتها. ماشي، ده تعريف للتربية روعة. تتعلم مهارات إزاي تملى تنكتها بالبيئة الآمنة اللي أنا أوفرها له. وطبعا بتفرق من كل سن لسن. أكيد. يعني كل سن عشان تبقى اسمها بيئة آمنة له احتياجات معينة للبيئة الآمنة. حلو. تمام. في عائلات الفريم بتاع العيلة أهم مكونات بتاعتها. شكلنا وبنلبس إيه والعربيات والحاجات دي كلها هي الأهم. معنا فلوس قد إيه والبوزيشن بتاعك وإن أنت لازم تكون في هندسة وأنت في طب والحاجات دي كلها.
العيلة نفسها بتبقى جعانة. تانك العيلة بيبقى جعان قوي، فالتانك بتاع العيلة ده بيعمل ايه؟ بي... هقول لك على حاجة جميلة بنستخدمها كمثل هنا شوية. اه الأستاذ الله يرحمه محمود المليجي اه اتشهر عنه أدوار ايه؟ لا شر. الارض شر. هو كنت ممثل جامد جدا جدا في جدا. فيلم الأرض مع يوسف شاهين، عمل فيلم حلو قوي تقريبا، ايوه اسكندرية ليه لو تتذكر، صح، صح اسكندريه كده؟ ليه، ايوه مظبوط. إنما بس دول ما كانوش شر. مجرد إن المخرجين اكتشفوه في أدوار الشر بقى بيتسكن في الدور ده. اه العيلة اللي فيها اضطراب وظيفي معين بتعمل ايه في الأفراد بتوعها؟ بتشوفهم شاطرين في أنهي أدوار هي محتاجاهم وتسكنوا فيهم. تمام؟ تسكنه في الدور اللي هي محتاجاه كعيلة، سكنته في الدور اللي هي محتاجاه كعيلة، حطت له فريم كأنه سجن، اوعى تطلع بره الدور ده، انت الشرير بتاعنا، انت الشرير بتاعنا. بس هي ودي ما الطيبه بتبقاش بتاعتنا. شرير، وهي دي الطيبة، ما بتبقاش الأسامي كده. انت اه البطل بتاعنا، اوكي. انت اللي بيقولوا عليها انت اللوست شايلد بتاعنا، عشان العيلة ليها احتياج ان يبقى في طفل محدش يعرف عنه حاجة. انت الكلاون بتاعنا عشان تبقى مسكن لينا وتضحكنا وقت ما العيلة بتعدي بصعوبات. تمام؟ انت السكيب جود بتاعنا، احنا اللي هنعلق عليك الشماعة بتاع كل اخطائنا كعيلة. صعب. فبتسكنه في ادوار، كل واحد فرد في العيلة بيسكن في دور معين. تمام؟ ما ينفعش تطلع بره الدور ده. يعني من الحاجات المؤلمة جدا البني آدم عارف في كل عيلة في واحد يخش يضحكهم لما تبقى العيلة حتى ضعهم ايوه أو بتعدي بظروف وحشة أو الحاجات دي كلها، يهون عليهم الدنيا. تمام؟ في دور جوه العائلات المضطربة، أنا بتكلم على عائلة مضطربة بحجم كبير. في دور بتاع كلاون ده اللي هو يخش يضحك العيلة وكده. تمام؟ الدور ده محرم عليه إن هو يعبر عن مشاعره أو يعيط. لو اتكلم في جد مش هيفهموه، هيترفض. انت بتعمل ايه؟ احنا ما خدناش عليك كده. انت نسيت دورك، ارجع بسرعه، خش جوه البوكس اللي احنا عاملينه لك، ما تطلعش براه. فاهم الفكره شكلها عامله ازاي؟ دور البطل اللي هو الشخص الناجح قوي، اللي هو الشخص اللي ممكن يعني ناجح جدا، رياضي جدا. العيله محتاجاه ليه؟ عشان لما تقعد في وسط العائلات التانية تتفخر بيه، انا ابني فلان وانا اخويا فلان، فيعملوا فيه ايه؟ ما ينفعش ده يفشل. فلو ساب شركته يا نهاري، ما ينفعش يفشل، ولو فشل يخبوا عليه بدور تاني اسمه الراعي، كير تيكر، يخبي عليه ان هو فشل. يعني ممكن يطلعه من دور او في بوكس يوديه بوكس تاني. لا، واحد تاني اللي يخبي عليه. ما هو في دور تاني اسمه كير تيكر، يخبي على اللي يسد مكانه. يسد مكانه. يعني اوعوا تعرفوا ان اخوكوا فشل، اوعوا. ليه؟ لانه ده المنظر العيله بتبان فيه في وسط العائلات الاخرى. ده الفخر بتاع العيله، ده كذا، ده كذا، ده كذا. ده طبعا اكبر ابيوز للناس اللي جوه العيله. طبعا، لان ده اكبر عدم قبول، تربيطا للكلام اللي كنا لسه بنتكلم فيه. ما هو ده قبول مشروط. انا هقبلك وانت بطل، وهقبلك وانت ايه، كلاون مسكن لينا كعيله، وهقبلك وانت سكيب جوت، وهقبلك وانت هيرو، وهقبلك. غير كده مش هقبلك. فانا حطيت لك شروط ليه؟ فما بقتش انا خلاص، انا بمارس بقى اي واحد من الخمسه دول او السته دول. انا هستأذنك اضحكك كمان. يا ريت ريت عشان الموضوع حزين. العلم ده يعني سبحان الله، المبدع نجيب محفوظ بداية ونهاية. الفيلم ده فيه كل الأدوار دي. أنا عندي رواية هقراها الفيلم ده اللي هو الفيلم بتاع سناء جميل وعمر الشريف أنا مشفتش فيلم بس عندي الرواية، أو يمكن أكون قريتها بس. الفيلم ده فيه كل الأدوار، فيه البطل وفي كل حاجة. حلو التطبيق ده. ممكن واحد يبص على الفيلم يعرف كل حاجة كده، يعمل ريفليكشن على الحلقة. فده بيحصل في مجتمعنا، بيحصل في مجتمعنا، بيحصل في الكلام ده. جميل. طيب أنا عايز أروح لحتة شوية أمثلة كده. أنا كنت مسجلها كده على الموبايل، أقول لك عليها يا كوتش، عشان نشوف إحنا يعني ده اعتمادي ولا مش اعتمادي. لو أنا لو بنت كل يوم مش هتخرج من البيت غير لما تحط ميك اب،
رايحة المشوار، رايحة تزور مامتها، مش هتقابل حد، نازلة تجيب طلبات ونازلة في خروجة، كله لازم يحط ميك اب. هل ده اعتمادية على الميك اب ولا ده كده احنا عادي، ده تمام، ده سلوك تمام؟ انا هقول لك حاجه بمنتهى البساطه قوي عشان نعرف نفرق بين الاعتماديه او بين السلوك التمام. تمام. ما هو ده اللي انا عايز اوصله. اعتماديه بتبقى مبنيه على خوف وانسكيورتي. التريجر اللي بيحركني خوف وانسكيورتي. اعتماديه دوز الفعل اللي بعمله لازم يزيد. عارف كوتش محمد، بعد شر عليك، لو عندك صداع فانت واخد انك تاخد واحده بنادول، الصداع ايه؟ لسه ما راحش، اخد يروح. تاني، تاخد تاني، الدوز ايه؟ يزيد. يزيد. يبقى التصرف والسلوك اللي انا بعمله ده سلوك اعتمادي. حلو قوي. اعتمادية يعني ليه خسائر برغم استمراريتي في الفعل. حلو، يبقى في كده 3 صفات. اول حاجة التريجر يكون من دافع عدم تقبل او خوف او خوف عدم. وقلق، اللي هو الاحتياجات اللي احنا اتكلمنا فيها. الصفة التانية ان الفعل يكون اوفر، زيادة عن اللزوم. الصفة التالتة ان في خسائر. بالظبط. بالظبط، اوكي. وانا مستمر برغم وجود الخسائر. بتبان لكل الناس اللي بره ان انا بخسر، بس في جوايا ربح التوازن الداخلي اللي بيحصل عن طريق الخسائر دي. اه، مش هي الاعتماد على البيئة الخارجية لتحقيق ايه؟ توازن داخلي. داخلي. اه. انا افتكرت في ناس اعرفها ان هم كل ما يخلص كورس يخش يدرس كورس تاني، وهكذا وكذا وكذا، وتيجي في اخر السنة اقول له يلا نفتح بقى بيزنس، عشان انت درست كتير فالدراسة دي هتتحول لبيزنس وهو عايز كده. طيب معاك رقم نستثمر في البيزنس ده؟ لا. ليه؟ بس انا صرفت على كل الكورسات بتاعتي. فحسيت هنا ربطت ان ده ممكن يكون فعل له. انا بحاول اشبع حاجه مش عايزه تتشبع، اتحولت لادمان، ادمان التعليم. ان انا عمال بتعلم بس مفيش آه، شبع حقيقي، في حاجه مشوهه ما. فيحصل في الاخر ان حصل خسائر، لان الخسائر اللي هي انا صرفت كل فلوسي على التعليم وما عملتش البيزنس اللي كنت حاطه في اول السنه كخطه او هدف. هقول لك يا كوتش، الوعي بتاعي كل ما وعي يعلى، المفروض الصح نعمل ايه؟ اعلي وعي جزء صغير قوي عشان يتخلق المعنى اللي امشي بيه بالمجهود بتاعي عشان اوصل للوعي اللي عالي عندي. يعني انا حضرت حاجة وعي عالي بيها واتبسطت قوي ان وعي عالي، اقف عند الحتة دي لحد ما مجهودي وشغلي على نفسي يوصل يوصل للوعي ده. نفس المستوى. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حتى ما بيخليناش نتهنى ان الاتنين نفس المستوى وقت كتير، ايوه. غير والوعي يترقى تاني فانا اوصل له بالمجهود. تمام. في بعض من الناس اعتماديتها بتبقى على الوعي. كل ما اخلص كورس اخش ادرس كورس، وكل ما اخلص كورس اخش ادرس كورس، ده بيديني احساس ان انا بشتغل على نفسي. مع احترامي، انت وعيك عمال يزيد قوي. المسافة بين الوعي والمجهود هو الاحساس بالذنب. انا هستخدمها مقوله بعد اذنك. المسافة بين الوعي اتفضل طبعا. هي دي هي الاحساس، المسافه طبعا بين الوعي والمجهود. بين احساس بالذنب احساس بالذنب. واحساس بالدونية واحساس بالانفيريوريتي، وانا قد كده، انا ما استاهلش، انا لان وعي بقى زيادة قوي، انا عليا حاجات كتير قوي قوي قوي، وانا فين؟ لسه واقف بمجهودي عند حتة معينة. كل ما الجاب ده يكبر كل ما الألم يزيد. الألم ده المسكن بتاعه ايه؟ احضر التريننج تاني يديني وهم ان انا بشتغل على نفسي. ما هو انا المفروض المسؤوليه ان اوصل للوعي اللي انا وصلت له. انا مش عايز ابقى مسؤول واوصل للوعي اللي انا وصلت له، فبخش احضر التريننج تاني، ارمي المسؤوليه على مين؟ على التدريب الجديد ده. على العقل الجمعي بتاع الناس اللي انا داخل اتمرن في وسطهم، وعلى الانستراكتور وعلى الكلام ده كله. احس حلو جدا خلال ال3 4 اشهر اللي انا قاعد بعمل فيهم ايه. فعلا بنبقى طايرين يعني في السماء يعني. بس كاحساس. اه لسه بقى المفروض ابذل مجهود واروح ناحيه الوعي اللي جالي. ننزل من السماء على 7 ارض. هم ايه؟ لازم في حاجة جديدة وهكذا. وهكذا. فده اسمه إدمان الوعي. إدمان الوعي من المسكنات تقيلة أوي. حلو دي. انا كنت بدور على الحلقه دي يا كوتش على ادمان خفي. ربنا هو ده الادمانات كلها، مش الادمان الكحول او ادمان الشوبينج او ادمان الجيمنج، لا، في ادمانات خفيه ده منه.
هقول لحضرتك حاجة كده، كان الصحابة تقريبا كانوا بيحفظوا الآية في أسبوع عشان يطبقوها. اه فيعني هو ده إيه؟ أرفع وعي وأعمل إيه؟ والحقه بمعايشة، الحقه بمجهود. أرفع وعي ده اسمه ترقي. أنا بترقى وشخصيتي بتتغير وحياتي بتحلو ورايح ناحية حياة طيبة أكتر. لكن أرفع وعي ومجهودي هو أنا آسف، أنا بخرب نفسي. ايوه، خراب داخلي. محتاج له مسكن من بره. طب هل في بما ان جبنا سيره الادمانات الخفيه، هل في ادمان خفي تاني ممكن تخششه لنا؟ إدمانات سلوكية كتير جدا 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 جدا. ادمانات سلوكيه. خفية كتير أوي. في إدمان ضغوط مثلا. لو انا فاهم صح، هو فكره ان انا لازم اتضغط، لازم احس ان انا مضغوط، لازم احس ان انا ورايا حاجه، لازم احس ان في حاجه ما انجزتهاش. هي الحته دي. الضغوط واشتكي من الضغوط اللي أنا موجود فيها وأنا السبب في وجودها. الناس اللي ما بتعرفش تأجز، الناس اللي هي في الأجازة بترفع سماعة التليفون على الشغل تسألهم وهي بترفع السماعة نفسها في مشكلة تبقى جزء منها. ليه؟ لأن طول ما في موجود ضغوط ده مبرر جميل إن أنا ما أقفش مع نفسي. ايوه، انا ملهي بقى، انا في الزحمه، انا مش باين في الزحمه. بالظبط. اديني اي حاجه. ضغوط يعني أنا ليا، أنا ليا قيمة. ضغوط أنا بجري ومضغوط، طب أعمل إيه؟ حرام عليا، أنا مضغوط أنا مضغوط أنا كلمه مضغوط. اللي انا مش لاقي وقت عشان اخش الجيم، مش لاقي أنت وقت بقى ان مالكش وقت إنك تقف حتى تشوف الحقيقة أنت وصلت فين. مين المسكن بتاعها؟ الضغوط. الضغوط اللي أنت موجود فيه. طيب في كده كده وصلت. ففي إدمانات كتير تبان خفيه ما تبانش غير اللي مشهوره يعني. لا، وفي إدمانات مقبولة احنا بنسقف لها كمان. طبعا، شغل وفلوس. انا اسف. ده ادمان النجاح. لا، ولا ما هو النجاح، ما هو ممكن برضه ده يحصل لبس في الموضوع ده. حط اي حاجه ربنا ارتضاها لنا انها تحسسنا حلو جنبيها كلمه ادمان، سلوكيات ادمانيه لتحقيقها، يبقى انت بتحققها بالنص الفاضي في التانك، مش بالنصين. عشان الفاضي عندك كبير. ادمان شغل ده مين الراجل اللي مدمن شغل؟ ده الراجل اللي بيتقدم لحد عشان يتجوزها، الناس بتقول لها بسم الله ما شاء الله، انت اهلك داعيلك، انت ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك خير، انت. ايه اللي بيحصل مع مدمن الشغل؟ مدمن الشغل أولوية. لدرجة ايه أولوية؟ عشان هو بيه كل حاجة ومن غيره ولا حاجة. انا هدوس على اي حاجة في حياتي، ادوس على اولادي، ادوس على علاقتي الزوجية، ادوس على صحتي. أبقى عندي أزمة قلبية بس أنا معاهم في الشغل وأنا في المستشفى جوه، أدوس على أجازاتي، أدوس على حقوق كل حد حواليا، وأسمع نفسي إيه من جوه. هو أنا بعمل كل ده لمين؟ ليكم وعشانكم يا أولاد، وعشانكم تعيشوا عيشة كويسة وتخشوا مدارس محترمة. بس الحقيقة أنا بعمل كل ده عشان مين؟ ما هو بيتسقف له عشان أحس إن أنا ليا لازمة، ليا قيمة، لأنها من غير كل ده التنكات شكلها عاملة إزاي هتبان على حياتي. طيب نروح بقى للكوتشنج تولز. بس أنا هختار من الكوتشنج تولز كم أداة يعني، وحضرتك قول لنا نستخدمها إزاي عشان نبدأ نتحرك من المرحلة من الاعتمادية للمسؤولية. بس ممكن قبل ما نقولها نقول بس ايه المراحل التحول اللي ممكن هنمر بيها، عشان احنا عايزين بقى نشوف ايه. طب احنا لو احنا عرفنا ان انا اعتمادي وعايز اتخلص منه، يبقى انا عندي وعي بالمراحل اللي انا هدخل عليها، لان ممكن المراحل دي تبقى مش معروفة. مراحل التغيير. لو اعتمادي وحجم اعتماديته تقيلة جدا جدا جدا، لو اعتمادي بحجم كبير، لو التنكات دي فاضية كتير قوي، لو هو بقاله فترة كبيرة من الوقت بيتصرف بنمطية وتكرار بتاع السبكونشنس، ان هو يملى الأحاسيس والمشاعر بس مش بفعل. لو هو اعتمادي على حاجة وشايف انها شفطاه واخداه من الحياة كلها، واخداه من بقية الحاجات كلها، لازم نعدي بحاجة اسمها أعراض انسحاب نفسية لما نيجي نوقف على رجلين. لازم أبقى مستعد بوعي معين عشان أعرف أخد القرار. إحنا بنسمي الحاجة اللي معتمدين عليها عكاز. أنا بتعكز بيه، فأنا هبعد عن العكاز ده بالنسبة لي هو البين كيلر للألم الداخلي اللي موجود جواه. أنا هبطل أخد مسكن. المسكن ده اللي هبطله هحس بإيه؟ بحقيقة إيه؟
حقيقتي وضعفي بقى، ما أنا بالُق أو عارف أنا مش عارف أمشي. بالضبط كده، من آه، غير العكاز ده. فهاشوف ده، الكلام ده مؤلم جدًا، فأول خطوة في التعافي دايمًا فيها ألم. يبقى إحنا مدركين إن ده هيعدّي. فيها ألم، فيها ألم. بعد شوية من الوقت بنبتدي إحنا لينا جملة مشهورة شوية في الحتّة بتاعة التعافي، إن الضلمة مش ضلمة، الضلمة قِلّة نور. أوكي. لو وقفت قدّام النُص الفاضي اللي عندك في التنكات وحاولت تكنترole، لو وقفت قدّام الخوف وحاولت تكنترول الخوف هيزيد. هيزيد. لو وقفت قدّام عدم الأمان وحاولت تشبّعه، ما هو الدوز بيعلى عشان كده، أيوه، هيجوع أكتر. يزيد. لو وقفت قدّام أي حاجة وحاولت تعملها كده، لكن إحنا ما بنلعبهاش كده، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنزوّد النور، الضلمة تقِل. أوكي. فبنبتدي نتبنى سلوكيات جديدة، أهداف جديدة، بس طبعًا الكلام ده بيبقى صعب جدًا أو شبه مستحيل إن بني آدم يعمله مع نفسه بقرار داخلي، لإن إمم. واحدة من مواصفات الاعتمادية أو الإدمان إيه؟ واحدة من العضلات التقيلة أوي علينا كبني آدمين إيه؟ الإنكار. يعني دي مرحلة برضه من المراحل ممكن نمُر بيها. لازم نكسر الإنكار ده، لازم أشوف الحقيقة. أيوه، أيوه. إحنا عايزين نقول لحضراتكم في الdescription هتلاقوا كل البيانات والdata اللي أنتم تقدروا بيها تتواصلوا مع coach هيثم. وطبعًا هو هيكون مستعد إن هو يساعد حضراتكم من خلال جلسات الcoaching. إحنا برضه هدفنا إن إحنا نربطكم بالcoaches اللي في مجالات معينة، فما تنسوش النقطة دي مهمة جدًا. طيب، أداة coaching زي كانت اسمها action framework، اللي هي بتبقى 4 مربعات وفيها 4 حاجات، 4 عناصر، اللي هو إيه الحاجات اللي بتستبعدها، الحاجات اللي هتزودها، الحاجات اللي هتوقفها، الحاجات اللي هتبدأ فيها. أداة زي دي ممكن نستخدمها إزاي علشان نخرج من مأزق الاعتمادية؟ إمتى؟ في أنهي توقيت؟ بعد فترة شوية، بعد فترة. ليه؟ المشكلة في الاعتمادية إيه؟ إحنا العقل الباطن بتاعنا قايم على النمطية. النمطية دي كأنك بتجري، عارف. أنت بقالك سنين واخد على إنك تجري تجري تجري. اللي بيجري ده ما بيشوفش هو ولا بيجري في اتجاه إيه ولا وصل لفين. فأنت محتاج تعمل إيه؟ توقفه الأول، تقول له خد نفسك هنا، شوف أنت وصلت لفين. طبعًا دي بتاخد فترة كبيرة من الوقت أوي. شوف أنت وصلت لفين، يعني شوف خسايرك، شوف أنت وصلت لفين، اعترف لنفسك بالأرباح اللي من ورا الخساير دي. شوف أنت وصلت لفين، يعني اكسر إنكارك. طبعًا الكلام ده بياخد وقت كتير، وبيختلف من بني آدم لبني آدم، ما لهاش توقيت معين إن ده هيتكسر في كذا وده هيتكسر في كذا، لإن ما يناسب شخص لا يناسب الآخر. أيوه، أيوه. طيب، أداة coaching تانية، إمم، الwheel of balance، اللي إمم، هي الدايرة اللي بيبقى فيها ال8 جوانب إمم. الحياة اللي ليها علاقة بالعيلة والماديات والصحة والعلاقات والحاجات دي كلها. دي ممكن نستخدمها طبعًا. من إمتى أو هتفيدنا إزاي؟ بالعكس، دي من كتر ما هي بسيطة أنا ممكن أستخدمها من الأول خالص عشان أورّي له الدنيا شكلها عاملة إزاي. لإن بني آدم اعتمادي مثلًا على علاقة معيّنة أو اعتمادي على شغل آه، أو اعتمادي على كده، هالاقي في الجزء بتاع الشغل أو الجزء بتاع العلاقة، تمام، هالاقيه عامل إيه، جايب فيه score بسم الله 8. ما شاء الله تمانيات، تمام. أيوه. من ضمن الصفات الاعتمادية، أنت إزاي واصل في دي ل8؟ عشان واخدة من الباقي. آه، فعاملة إيه في الباقي، عشان كده شكلها اسمها عاملة balance، بالضبط. توازن. ما فيش بقى التوازن ده، أيوه. هتلاقي إيه، هتلاقي في عكاز واحد هو اللي عامل إيه، هو اللي عامل score جامد أوي وبقية العكاكيز صفر أو minus كمان لإن فيها خساير. الله ينور. فهتلاقي دي فطبعًا من الحاجات اللي بتدّي awareness قوي جدًا، 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 جدًا. طيب، أنا عايز أختم، بس يعني حضرتك أنت اللي تختم، أو إن يبقى آخر سؤال له علاقة بسكون اسمها سكون recovery، صح؟ آه، سكون recovery هي بتحل بقى الموضوع ده أعتقد بشكل واضح محدد، بس عشان الناس تبقى فاهمة، عشان ده اللي بسميه الcall to action. يعني مثلًا لو أنا اتفرجت على الحلقة وقُلت طب أنا عايز أروح أتخلّص من اعتمادية معيّنة في حياتي، فأنا أروح لمين؟ أروح لcoach هيثم. ففي طريقتين، اللي ممكن يبقى coaching session one to one، أو نروح ل الprogram اللي أنتم عاملينه. فممكن تحكي لنا
ايه بقى البروجرام ده اللي هنستفيد بيه ازاي، هنطلع بايه، عشان ده مفيد جدا. تريننج الاعتمادية. اوكي. تمام. الإدمان أو الاعتمادية عن طريق التعافي من الإدمان والاعتمادية عن طريق الكوتش. حلو. تمام. التريننج ده احنا ان هي في نوايا كتير قوي، لان الناس ما تعرفش الاعتمادية وتأثيرها علينا. الناس مش فاهمة او ما وصلهاش الوعي الحقيقي بتاع الاعتمادية، لان مفيش بني ادم فينا مش اعتمادي، ومفيش بني ادم فينا ممكن في وقت معين من الاوقات حجم الاعتمادية يبقى جواه جامد. طبعا التريننج ده مين البني ادم ده؟ احنا بنشتغل في التريننج ده على 3 دوائر، انا وانا والناس وانا وربنا. العلاج بتاع الاعتمادية او التعافي من الاعتمادية بيحصل ازاي؟ طب ولما تتعافى من الاعتمادية المرض ده ما بيموتش، هيفضل موجود لان ده جزء من تكويننا كبشر، فانت عندك قابلية للانتكاسة في اي وقت. تريننج توعوي جدا 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 بالتولز والتكنيكس. لمين؟ لكل حد عايز يتخصص في مساعدة الناس عن طريق الكوتشنج في المنطقة بتاعت الاعتمادية أو بالنظارة بتاعت الاعتمادية أو الإدمان. حلو جدا الترتيب بتاعه، حلو جدا. كوتش خلاص كده انا يعني شبعت ومحتاجين ربنا نفكر في يكرمك. الموضوع كتير كتير كتير. ربنا يكرمك يا رب. تحب تختم بحاجة، رسالة أو أي مقولة، أي سؤال الناس يعني تفكر فيه، أو أي رسالة يتأملوها؟ زي ما الضلمة مش ضلمة، الضلمة قلة نور، زي ما التعافي من الاعتمادية أو مش عن طريق كل حاجة روحانية. بداية الطريق. النور بتاعنا هو الروح اللي ربنا نفخ فيها في سيدنا آدم، وإحنا ولاد سيدنا آدم، فكل حاجة روحانية جواه. وعلى فكرة في أرقام بتقول 10 أضعاف النجاح في التعافي من الاعتمادية، 10 أضعاف كل الطرق الروحانية الممكنة. حلو أوي. بس كده. بس أنا بشكرك جدا. ربنا يخليك. أتمنى إن إحنا كنا خفاف عليك بالأسئلة. انتوا جمال مش خفاف وبيئة آمنة. بيئة آمنة. طيب أنا هختم هناك على الناس المشاهدين، عايز نلفت انتباهنا لنقطة خطيرة، ان الحلقة دي مش معناها ان انت في نهاية الطريق، ولا معناها ان انت في اخر بير اللي كله ضلمة. احنا كلنا هنمر بالاعتمادية. الجملة اللي كانت فارقة معايا قوي النهاردة فكرة ان الاعتمادية مسطرة انت بتاخد رقم فيها. يعني الاعتمادية بتروح وبتيجي، الاعتمادية بتقل وبتنقص في الموضوع. خده ببساطة، ما تكبرش الموضوع ولا تحس ان ايه ان مفيش امل. لا، الدنيا ان شاء الله هتبقى كويسة بمشاهدة الحلقة، بالمتابعة بتاعت الكوتشز، بان انت تركز في الكوتشنج تولز اللي موجودة في اكتر من طريقة علشان تتحرك من اعتمادي المسؤول. شكرا لكم. جاهز؟ الصوت حاضر. خاسس الصوت. لعلمك الصوت لما بيخس الكلام بيحلو. يعني الكلام عاطفي. الكلام اصل خلي بالك. حاضر. عشان انت قاعد بعيد هو قاعد قريب. لا ما انت بتتكلم الكاميرا مش بتتكلم. حاضر. فمعلش. لا اعمل لك كده. حاضر. لا براحتك. تبعت له. معلش هات السؤال بقى اللي فات. ايه سؤال تاني اللي فات؟ شايفوا على بعض. ماشي. بنحاول والله انا محاول معاك. اعلي لك. لا حاضر. انا نسيت عشان انا كان المفروض احضر. يا لهوي. استطاب.